واهالي طهران طالعين بيتظاهروا علشان الاصفر ولبنان، وبيقولوا ان هم في ظهرهم وقلب وقالب مع اهل لبنان. اهل لبنان مش الاصفر بس، يعني في فرق كبير في الجمله. انك تكون مع الاصفر بس، اللي هم مش شيعه بس، عشان في ناس فاكراهم ان هم شيعه بس. لا، ما هم مش شيعه بس، وما فيش حاجه اسمها شيعي وسني. المسلم مسلم، الرسول واحد والمصحف واحد، واللي نزل المصحف واختار الرسول واحد، ربنا. اي حاجة تانية من صنع الانسان. بنيجي بقى النهاردة كده، كان في شوية حاجات بالنسبة لترحيل اللاجئين عندنا. ف وإلى الآن لسه بيسألونا إيه الحل، إيه الحل، إيه الحل. لسه بيسألونا إيه الحل، إيه الحل، إيه الحل. آخر خبر لسه جاي حالا، بيقول إن الحكومة بيقول إن الحكومة هتوفر فرص العمل والدعم المالي والغذائي للاجئين والحصول على مسكن مناسب. طب وانا، انا هتعملوا معايا ايه؟ ف طبعا الناس كلها باختصار كده بتصوت وتلطم وتصوت وتلطم، والحقونا واللاجئين ضربوا ابني، واللاجئ عمل في ابني، واللاجئ مش عارف شغال سايس في الشارع وفرض اتوات. فين؟ في السيدة زينب. يعني لما السيدة زينب ما يكونش فيها رجالة كمان، دي تبقى الرجالة فعلا ماتوا في 73. وماسكين بقى على ان ليبيا بترحل، وتونس بترحل، والمغرب بيولع في المحلات بتاعتهم، والجزائر بتولع في المحلات بتاعتهم. وقال يعني ايه، المغاربة والجزائريين والتوانسة بيجروا وراهم في الشوارع بالنبابيت. فاحنا المفروض نعمل كده بقى. فاحنا المفروض نعمل كده. لا والله يا استاذ زين، يعني الاسكان في مصر ماشي بالكوسه. اللي يعرف، اللي عنده حد معرفه بيخلص الشقه يعني. ف وما زال التلفزيون المصري بيقول لنا ايه، توك 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 قوم طفي النور، توك 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 غير اللمبه وهات لمبه فلوروسنت. وانا من 2013، يعني شفت انا عملت كده. وانا من 2013 بوفر كهرباء وبركب الفلوروسنت وبطفي النور وبوفر الغاز وبوفر البنزين من 2013 وطالع، وبصبح على مصر ب5 جنيه كل يوم بالتليفون. فيجي النهارده الاقي زي ما الناس كلها عماله تقول الحكومه الحكومه الحكومه، وانا قلت كتير الحكومه لا مشت حسني مبارك ولا مشت مرسي والاخوان ولا هتمشي لكم اللاجئين. اللي مشينا الاثنين، حسني والاخوان، فاحنا اللي هنمشي اللاجئين. يعني هم دول اللي لا. فاجي النهارده اشوف بالصدفه، لان انا ما نمتش كويس، فاشوف بالصدفه النهارده خبر بيقول ان علشان ما اغلطش وانا بقول الخبر، فلازم اطلعه عشان ما نغلطش في الكلام. طبعا الناس عارفه ان احنا مصر عايمه على كنوز، كنوز الفراعين. وكنوز الفراعين اللي انا اقصد بيها كنوز جدودنا اللي مدفونه في الرمال.
فابتدوا يهلوا علينا الأفارقة، أريتريين. الكلام ده أنا النهارده الصبح كده على الساعة 6 كان في لايف لبلوجر مصري بعته لي أستاذ هاني، فسمعته أو اتفرجت عليه، يعني مش سمعته. فالراجل ده باختصار والله اللي يعني أستاذة خديجة بتقول السودانيين بلوى. أنا بقول إن المصريين بلوى أكتر من السودانيين يا أستاذة خديجة. يعني المصريين لا، هم بلوى أكتر من السودانيين. ف باختصار يعني إن في شارع من الشوارع في أرض اللواء بيقعد عليه في قهوة كبيرة بيقعد عليها سودانيين أو أفارقة عموما، وهم عبارة عن صحراء أفارقة. صحراء أفارقة ليه؟ علشان تطلع أيوة، اسمه شارع العسيلي أرض اللواء. شارع العسيلي في أرض اللواء في قهوة هناك كبيرة، وفي قدامها مساحة كبيرة مليانة أفارقة. والأفارقة دول يا أستاذة خديجة مع سيد أحمد أحلى إن المصريين مش بيستجيبوا يعني قلنا يعني إحنا 100 مليون اللي موجودين جوه مصر. مش هقول لك ال 100 مليون يعملوا فيديوهات على الفيسبوك، لا هم 50 مليون كفاية، 30 مليون كفاية، 30 مليون كفاية، طب 10 مليون كفاية. إنما أنت لغاية دلوقتي بتسألني أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه.